السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بكوين. في حلقة النهاردة معانا سخان معروف جدا ومشهور جدا، تقريبا دخل كل بيت في مصر. هو سخان كهرباء فريش. هنتكلم معاكم عن عيوب ومميزات السخان، وبرضه هنتكلم معاكم عن آراء بعض المستخدمين وإيه أفضل طريقة نستخدم بيها السخان. هل هنسيبه في الكهرباء ولا بعد كل مرة نشيل الكهرباء؟ كل التفاصيل هتكون معانا في الحلقة دي. فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة. فاللي أول مرة يشوفنا، احنا قناة مهتمة بمراجعة الأجهزة المنزلية، فلو حد حابب ياخد فكرة قبل ما يشتري أو حد حابب يسألنا عن أي حاجة يشترك دلوقتي في القناة ويقدر يتواصل معانا في الرسائل أو من خلال الواتساب. يلا بينا نشوف معانا ايه النهاردة. بكوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بكوين. أول ميزة في سخان فريش الكهرباء هو العزل الحراري. العزل الحراري بتاعه بيكون من أفضل الحاجات، مع قدرة في التوفير في الكهرباء ل25%. طبعا كل ما السخان اللتر بتاعه بيزيد كل ما استهلاك الكهرباء بيزيد. ده كل السخانات مش فريش بس. خامة السخان بتكون كويسة جدا. الحلة الداخلية بتكون معالجة بمادة الأنيميلد. عمره الافتراضي بيكون طويل شوية، مش بيتعرض للصدى بسرعة، طبعا على عكس سخان تورنيدو اللي كنا عاملين حلقة عنه قبل كده. هتظهر برضو جنبي في علامة الاي ان الحلة بتاعته بتكون استانلس. سخان فريش الحلة بتاعته بتكون من مادة الانيميلد الحلة الداخلية. طبعا بيكون فيه عمود داخلي مصنوع من المغنيسيوم، ده بيمتص الاملاح اللي في المية. طبعا بيكون في ترموستات لضبط درجة الحرارة. وظيفة الترموستات دي ان لو الكهرباء جت زيادة او المية سخنت فهو بيفصل الكهرباء عن تسخين المية. طبعا برضو مع ترموستات خارجي عشان يقول لنا درجة الحرارة. طبعا السخان المفضل بتوع الصيانة لانه صيانته بتكون سهلة جدا وكل تركيباته بتكون بسيطة، فبالتالي قطع غير متوفرة في السوق وكمان مش غالية. طبعا الشكل بتاعه زي ما كده شايفينه جنبنا على الشاشة بيكون دائري او بيضاوي، في منه ترموستات وفي منه بشاشة ديجيتال. طبعا بيبدأ معانا من اول 30 لتر لحد 60 لتر. طبعا في خاصية الامان ان لو الحرارة زادت او اي مشكلة حصلت جوه السخان فهو بيفصل تلقائي. طبعا سعره بيكون اقتصادي جدا ومعقول جدا. مش هنتكلم برضو عن الاسعار لان الاسعار كل يوم في حال، فلو حد حابب يسألنا عن السعر بتاعه فيتواصل معانا على الواتساب او في الرسائل على القناة. برضو بيجي معانا ضمان طويل نسبيا بيكون لمدة 5 سنين. طبعا كل جهاز بيكون ليه عيوبه ومميزاته، فاحنا بنذكر معاكم العيوب والمميزات. ممكن تكون العيوب مش مهمة جدا بالنسبة لكم، بس احنا برضو بنذكرها وانتوا تشوفوا هل تتناسب معاكم ولا لا. برضو كنت عامل حلقة عن افضل 5 سخانات كهرباء، هتظهر برضو جنبي في علامة الاي لو حابين تاخدوا فكرة اكتر عن السخانات. اول عيب في سخان فريش الكهرباء هو استهلاكه للكهرباء. طبعا احنا عارفين ان السخانات بتستهلك كهرباء، بس فريش بيكون استخدامه زيادة شوية. يعني لو حد العداد بتاعه على كارت فما ينفعش خالص. واحدة من أسوأ عيوب سخان فريش هي مشكلة تسريب المية. بيحصل تسريب من جناب السخان، طبعا ده مع الاستخدام. طبعا بنضطر نكلم خدمة العملاء وبنغير الحلة الداخلية للسخان أو بتتلحم. طبعا ده بيأثر على عمر الافتراضي للسخان. في شكاوي بتيجي من خدمة ما بعد البيع، بس أنا من وجهة نظري إن خدمة ما بعد البيع في شركة فريش هي كويسة نسبيا. يعني مثلا نقدر نقول هي المركز الثاني، مثلا لو نقول العربي المركز الاول ففريش المركز الثاني. هنتكلم بقى عن اراء بعض المستخدمين، دي بتكون تجارب حقيقيه، وهنتكلم عن ابرز المشاكل اللي بتواجههم. اغلب المشاكل ان السخان بعد سنتين بتبدا تظهر فيه المشكله اللي هي ثقب في الحله الداخليه. طبعا لما تتغير او تتلحم فالموضوع بيكون صعب، مش يعني بيبوظ بعديها بفتره قصيره. اما النصيحة او المعلومة، فبعد استخدام السخان فانا ارجح انكم تشيلوا الفيشة من الكهرباء عشان ده بيحافظ اكتر على السخان والعمر الافتراضي. بس المتعارف عن سخان فريش الكهرباء ان لو في حاجة باظت فيه فلو اتصلحت مش بتعمر او مش بتقعد عمر تاني. يعني لو حاجة باظت في السخان خلاص كده لازم يتغير او مش هيكمل بعدها. وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو حابين تعرفوا معلومات اكتر او تسالوا عن اي حاجه تقدروا تتواصلوا معنا تحت في الرسائل
او من خلال الواتساب. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.